يحكى أن ملكا كان يحكم بلاده بعدل وإنصاف لفترة طويلة من الزمن، ولما شعر أن موعد رحيله من الدنيا قد حان طلب من الوزير أن يجمعه مع ابنه الأمير. فنفذ الوزير ما أمره به الملك وأحضر الأمير إليه. فقال الملك لابنه: أشعر أن أجلي قد اقترب، وأني على موعد لترك هذه الحياة، وإنني أخشى عليك أن تغرك الدنيا بعدما تحكم البلاد، فتظلم وتجور ولا تنصر المظلوم، فتكون بذلك ملكا ظالما. ومن أجل ذلك سوف أعطيك خاتما قد ورثته عن جدك قبل أن أتولى سلطة البلاد. هذا الخاتم منقوش عليه حكمة بليغة سوف تعينك في كل شيء بأمر الله. فقال الأمير لوالده: وكيف يمكن لحكمة واحدة أن تعينني في كل شيء يا أبي؟ فقال له: إن هذه الحكمة سوف تنزع من قلبك الغرور وعظمة السلطة، وتمنعك من الظلم إذا قدمت عليه يوما ما، كما أنها ستمنحك السعادة عندما تحتاج إليها وقت الشدائد. فقال الأمير لوالده: وكان فطنا: هل تقصد يا أبي أن تلك الحكمة هي مصدر للردع والزجر عند الظلم والجور، ومصدر لجلب السعادة عند المصائب والشدائد؟ فقال الملك: هي كذلك يا بني. تعجب الأمير من هذه الحكمة التي تجمع بين الأمرين في آن واحد. وبعد أن انتهى الملك من وصيته لابنه أعطاه الخاتم وقال له: لا تلبس ذلك الخاتم إلا بعد أن تنتهي من دفني. ولم تمر إلا أياما قليلة حتى توفي الملك، فقام الأمير بمراسم العزاء كما يجب أن تكون. وبعد ذلك أصبح هو الملك بعد والده، واستمر في الحكم بشكل طبيعي حتى جاء اليوم الذي أصرت عليه أمه أن يتزوج بابنة خالته، فأخبرها بأنه موافق. ولما حل المساء جاءت الخالة مع ابنتها، فاستقبلتهم والدة الملك، وأخبرت ابنها أن يخرج لكي يستقبل ابنة خالته ويجلس معها. فأتى الملك وجلس مع ابنة خالته، لكنه لم يتحدث إليها. وبعد أن غادر الجميع وانتهت الضيافة قالت له أمه: ما رأيك؟ هل أعجبتك الفتاة؟ أجاب الملك: لا أدري يا أمي، أشعر أنها ليست الزوجة المناسبة، وأريد وقتا للتفكير. وأصبح الملك في حيرة من أمره، وأخذ يقول لنفسه: هل ستكون الزوجة المناسبة أم لا؟ وبعد تفكير عميق قرر أن يذهب في رحلة قصيرة مع أحد الوزراء إلى البر. وفي آخر اليوم عاد الوزير وهو يحمل الملك، فلقد سقط الملك من فوق فرسه، وتسبب هذا السقوط في كسر ساقه، فأصبح لا يستطيع الحركة. حزن الملك حزنا شديدا على نفسه بسبب ما جرى له، فتذكر الخاتم الذي ورثه عن والده، وكان الملك لأول مرة يعرف ما نقش على ذلك الخاتم منذ أن توفى والده، فتعجب كثيرا من العبارة التي نقشت عليه ومن المعنى العظيم الذي كانت تحمله. فتفاءل الملك كثيرا وشعر بالسعادة تغمر قلبه، وعلى الرغم من أنه أصبح عاجزا لا يتحرك، إلا أن بعض حاشيته كانوا يرونه مبتهجا عندما ينظرون إليه، ولا يعرفون ما السر وراء ذلك. وبعد أيام طلب الملك من والدته أن تبدأ مراسم عرسه من ابنة خالته، فقالت له بحزن: للأسف يا بني، لقد رفضت ابنة خالتك الزواج منك عندما سمعت بما جرى لك. فحزن الملك على حاله، وعلم أن ابنة خالته كانت تريد الزواج منه لسلطته وماله. ولما نظر إلى الخاتم عاد إليه التفاؤل مجددا، وبعد شهر تقريبا استطاع الملك أن يقف على قدميه، لكنه قرر ألا يخبر أحدا بذلك الأمر حتى والدته. وبدأ رحلة البحث عن من تستحق أن تتزوجه بعدما رفضت ابنة خالته الزواج منه بسبب إعاقته. فطلب الملك من الوزير أن يخرج إلى أهل المدينة وينادي: من تقبل الزواج من الملك المعاق فلتتقدم وتأتي معي إلى القصر. لكن لم يجبه أحد، وكان الوزير يسمع الناس وهم يقولون: لا أحد يقبل أن يضحي بسعادة ابنته ويزوجها لرجل لا يستطيع أن يتحرك حتى وإن كان ملكا. فأخبر الوزير الملك بما كان يسمعه من الناس، والعجيب أن الوزير كان يرى الملك سعيدا رغم سماعه لهذه الأخبار السيئة.